ده جواه ايه؟ ما تنطقوا افتي اللي بعديها. قرآن معلوم. اتفضلوا اهو. ده كفر اللي بيعمله الاستاذ عبد الحفيظ، ده كفر. ممدوح عباس كفر، العتال كفر. انا هلجأ للسليم. اقعد 100 سنه سجين، اقعد 100 سنه. بالأمس رحل كلاتنبرج من مصر غاضبا لأسباب ذكرناها في الفيديو الأخير. وأول أمس رحل فيريرا وزوجته والجهاز المعاون البرتغالي أيضا من مصر غاضبا لأسباب برضو ذكرناها في الفيديو الأخير. النهاردة عزيزي المشاهد هكلمك في الفيديو ده عن سبب استقالة لجنة الانضباط غاضبة أيضا مثل الراحلين السابقين. وهكلمك أيضا في الفيديو ده عن تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كانت بالأمس على قناة النهار، وقال كلام ردده جمهور الأهلي في المدرجات: قول يا سيد وسمعنا، كلامك حلو بمتعنا. بالفعل كان الكابتن سيد عبد الحفيظ سيد الليلة، قال وأبدع ورد كل التصريحات والتجاوزات على مدار السنة في ساعة واحدة. هكلمك عن كل حاجة وأقول لك حال الكورة حاليا عامل ازاي ورايح فين وايه الحل، وهل الدولة هتتدخل ولا رفع ايدها من كل حاجة. هي الدولة حاليا الكرة فيها اهلي بس ولا زمالك؟ عايزك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو اول مرة بتتابعنا على اليوتيوب اتمنى من كل قلبي بكل حب منك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واضغط لايك عشان يصلك كل جديد باذن الله تعالى. بنتعب عشان نقدم لك الحاجة الحلوة، وبنحاول نكون صادقين على قدر المستطاع، ونفسنا من كل قلبنا تشجعونا بالاستمرار عشان نكمل معاكم. طيب، سبب رحيل لجنة الانضباط ايه يا ابو الكباتن؟ هقول لك. هو نصا وقولا واحدا تجاوزات المستشار مرتضى منصور. هتقول لي جايب الكلام دي منين؟ هقول لك ان لجنة الانضباط لما بعتت لا كهرباء عشان يخضع للتحقيق راح ومعاه المستشار القانوني وامتثل بناء على التعليمات والقرار اللي جاله. ارسلت للكابتن كابتن مين ده؟ المستشار مرتضى منصور. والمستشار مرتضى منصور قالها علنا على الهواء وهو ماسك المايك: انا ما بروحش لحد، انتوا مين عشان تحققوا معايا؟ انا مش جزء من كرة القدم، انا المستشار مرتضى منصور اصغر مؤلف قانون في مصر، انا راجل قاضي بمعنى صح، هيئة قضائية برلمانية، يعني ايه اللي هو بيقولهم دول؟ فبالتالي حصل تجاوزات اساءت للجنة الانضباط. ما عليهم الا انهم قرروا مع الحفاظ على كرامتهم وأسرتهم أمام أطفالهم وأحفادهم الرحيل في صمت. طب باقي مين؟ هو باقي اتحاد الكروي يستقيل كمان؟ طب السؤال، هي الكرة حالها ايه النهارده؟ للأسف الشديد حالها مسخرة، أنا آسف في اللفظ، حالها لا يسر لا عدو ولا حبيب. سيبك من الأهلي هو سيد المتعة لجمهوره وصاحب المتعة لجمهوره، لا، خلينا نتكلم على الكرة، على الفرق، على حال الدوري المصري، على حال الكرة المصرية. مفيش والله بالامانه مفيش. طب هنعمل ايه في اللي جاي ورايحه فين لو فضلنا على كده رايحين على منعطف صعب للغايه جدا جدا جدا؟ طب الدوله هتتدخل بكل التاكيد، وحسب ثقتي الكبيره باذن الله تعالى. مش حد قال لي عشان ما اضحكش عليكم، لا، بس الدوله هتتدخل. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه تكون صوره الكره المصريه لدول الخليج والغرب وكل الناس اللي بتتابعنا بالوضع ده. بكل الاحترام والتقدير لكل واحد، زملكاوي اهلاوي اسماعيلاوي يا جماعه، بس احنا مش دي الكوره. الكوره عمرها ما كانت كده. الكوره في مصر كانت انديه جماهيريه، وكان جماهير غفيره في الملاعب، وكان فيها احترام متبادل ما بين الاهلي والزمالك والاسماعيلي. اذا لا للتعصب هيكون شعار كل القنوات الفتره الجايه بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمعوها مني وخدوها مني، والله ما بهبدش، ما حصلش كده في الفتره الجايه قدام قول انا ما اعرفش حاجه. طيب نروح بقى لتصريحات الكابتن سيد حفيظ. قول يا سيد وسمعنا، كلامك حلو ومتعنا. كابتن سيد حفيظ كان في ضيافة الإعلامي أمير ابن الكابتن هشام توفيق، واتسأل: يا كابتن سيد قول لنا مين الساحر اللي بتروح تتعامل معاه؟ مين نعمان ده اللي بتروح له تحت الأرض؟ قولا واحدا كابتن سيد حفيظ ضحك وقال: لو أنا بروح لنعمان اللي هو الساحر ده، فاحنا في الانتخابات الشتوية
روحوا تعاقدوا معاه. ضف الى ذلك كابتن سعد حفيظ بيقول لما احنا بنتعامل مع ساحر، ليه ما جابلاش لنا دوري الابطال اللي خسرناه في المغرب؟ ليه ما جابش لنا الدوري اللي خسرناه النسخه الاخيره واللي قبل الاخيره؟ قال السحر حرام وباطل والمعتقد به اصلا خارج عن المله. قال حاجات كتير تحترم يا كابتن سيد. انت اللقطه بتاعت شيكابالا في السوبر لما كسبنا 2-0 وهو جايب كهربا، هو جايب اسف مؤمن زكريا، قلت له ايه؟ عايزين نقف على اللقطه دي. قال طول ما القيادات وطول ما المسؤولين علاقتهم قدام الجمهور كويسه وفي احترام متبادل، هتلاقي ده في المدرجات. لكن تطاول المسؤولين ليل نهار امك ما اعرفش ايه مين والكلام اللي بيتقال ده. طب والحل؟ قال الحل في الحديده. يعني انا ما اعرفش حللوها انتوا بقى، الحل فين؟ الحل في الحديده. يعني طول ما هو ماسك المايك طول ما هتلاقوا فيه كده. طيب يا كابتن سيد، ردك ايه على بعض الاعلاميين على احدى القنوات المعروفه وانتوا فيها بتتكلموا على مين؟ قال قسما بالله لو انا رئيس كليه اعلام والاعلاميين دول طلعوا من تحت ايدي وتسيدوا المشهد، قسما بالله لاضرب نفسي بمليون جاذبه يعني. اذا اعلامنا في خطر. دي اللي اشار ليه الكابتن سعد حفيظ. كابتن سعد حفيظ قال نكن ونحترم ونقدر جماهير ولاعبي نادي الزمالك، مفيش خلاف بيننا وبين الزملكاويه على الاطلاق. امال ايه يا كابتن سيد؟ قال خلافات مع اشخاص ليلا ونهارا، اتهامات باطله فينا وسب وقذف وشتيمه كل حاجه. تساءل كابتن سعد حفيظ قال فين رموز وعظماء اللي اسسوا النادي المنافس بتاعنا؟ وذكر فين حسن شحاته وفين 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 وفين، فضل يعد. قال لما تلاقوا الناس دي موجوده في المكان الصح هتلاقونا احنا جوه نادي الزمالك. يعني ايه تاني؟ ايه تاني يا جماعه؟ يا جماعه والله العظيم ثلاثه، الكوره محتاجه اخلاق، محتاجه روح. الكوره محتاجه ناس بتفهم في الكوره وتتبادل الاحترام المتبادل بين المجالس والادارات واللعيبه. هتلاقي الجمهور نفسه بيقين ويقدر كل هؤلاء الاطراف. لكن للاسف الشديد حتى هذه اللحظه الكوره رايحه في منحدر خطر جدا. الله اعلم هيتم انقاذه ولا صعب انقاذه. انا بشكركم جدا 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 على حسن المتابعه، وعايز رايكم. يا ترى الكوره في مصر اهلي بس ولا زمالك؟ بمعنى مصر حاليا بلد الزمالك ولا بلد الاهلي، ولا مفيش اصلا كوره في مصر؟ ده اللي هنتظره من حضراتكم. وباذن الله تعالى اشوفكم دايما في كل فيديو خير داعم وسند لينا علشان نكمل بيكم. والله العظيم ما بنزل الفيديو الا علشان الناس اللي بتتابعنا. هيتابعني 100 300 500 700 على عيني وعلى راسي. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.